هاعلمكم ازاي في الفيديو ده نغير حشوية الجاز بالطريقة الصحيحة وما تاخدش منك هوا. كده فكينا الحشوية، هنحوش الحشوية القديمة نشوف ايه ظروفها. طبعا زي ما انتم شايفين فيها بلاوي، ما ينفعش تركب تاني خلاص. هنشوف الجاز اللي تلزم الكوباية دي عامل ازاي. طبعا في رواسب وفي مية كتيرة زي ما انتم شايفين كده. المرحلة دي لازم نغسل الكوباية دي والكركة بالبنزين مش بالمية. ما ينفعش يتغسل بالمية نهائي، المية هيتأثر على البلف بتاع الكركة نفسه. نغسل الكوباية بالبنزين، ننضفها بالهواء كويس عشان لو فيها أي رواسب وأي مية أو أي ترسبات. ولازم كمان الكركة تتغسل بتتنضف بالهواء بعد البنزين عشان لو فيها أي رواسب برضو تعطل البلف واحنا بنكرك بعد ما نقفل الحشوية. جبنا الحشوية الجديدة بتاعتنا، تمام. نحطها في الكوباية بتاعتها، نحط الأستك الأول طبعا عشان ده ما يتنسيش، وبعد كده نزيت مكان الأستك ده عشان يقفل الحشوية بعدين كويس. الحشوية تقفل الغطا، ولازم العلامات تكون بالظبط عشان تقفلها القفلة الصحيحة وتقفل معاك، ما تبقاش معصلجة. لازم علامتها ومكانها صح. لازم نديها المرحلة دي الخبطة الجامدة دي عشان تقفل تبقى تمام، لأن الأستك جديد بس حتة الزيت لينته برضه. هنشفط شفطة كده نطلع منها الهواء، نتأكد إن مفيهاش هواء. هنركبها ونحط الإفزان صح مكانها عشان ما تسربش جاز. ولازم نملى الخرطوم جاز قبل ما نقفله، دي أهم خطوة. والعملية كده خلصت.